النهارده كل اللعيبه كل واحد بيفكر في نفسه، اللي عايز يعمل لي مهاره وهو اصلا ما بيعرفش يلعب، واللي عايز يعمل كده، واللي عايز يعدي عشان قال يعني خلاص هيجي له برشلونه. برشلونه ايه؟ برشلونه ايه وريال مدريد ايه ودوري اسباني ايه واللي انتوا بتتكلموا ده اساسيات الكوره مش موجوده. اساسيات الكوره مش موجوده. سيبكم بقى من الصفحات واللي كل واحد عنده كام صفحه. والله العظيم اساسيات الكوره ما عندكم. ومحدش يقول لي دي صغيرين. صغيرين ايه يا جماعه؟ صغيرين ايه ده؟ ما شاء الله كل واحد شنبه قد كده، كلهم شنبات. عنده 23 سنه على صغير؟ ده 23 سنه ده بيشيل بطولات وبيحقق انجازات وبيلعب منتخب اول ومحترف بره وبيلعب اساسي وبيفتح بيوت وعنده اولاد وبيصرف على اسرته. صغير ايه؟ ده احنا اللي صغيرين. ده الناس اللي قاعده هي اللي صغرت من الزعل. بجد حرام بجد والله. الواحد زعلان على كم الاهانه دي. اهانه لمنتخب مصر. 6-0 والله العظيم. ده لو المنتخب الاولمبي النهارده ما نزلش الملعب ما كناش هنخسر كده. مش هنخسر بالشكل ده. ده احنا لو بنلعب اطفال، ده احنا لو لمين بعض كده زمايل مع بعض مش هنخسر الهزيمه دي. بقول لكم النهارده اللعيبه كل واحد بيفكر في نفسه. مفيش الروح الجماعيه، انانيه. كل واحد بيفكر في نفسه. خط دفاع ما عداش. خط دفاع شوارع شوارع، واللي يزعل يزعل. حسام عبد المجيد ومحمد طارق. النهارده كوكا كان وحش وعمر فايد. ايه ده ما عدوش على اساسيات الكوره. طول على الفاضي. زيزو خلاص اتصاب النهارده. الناس كلها بتتكلم. انا بقول لزيزو الناس كلها ان بتتكلم ان الموضوع هربان. يا جماعه لا، المكتوب كله بيتكلم ان زيزو هرب من الماتش بعد اول 12 دقيقه. يا جماعه لا، برضه اكيد لعيب كبير وعايز يلعب وعايز يعمل. يعني معلش الناس برضه اللي بتتكلم في الجزئيه دي ما كان ممكن ما يلعبش في ماتش المنتخب الفرنسي. بس انا بقى عليه اعتاب على زيزو في النقطه في جزئيه معينه. انت شايف نفسك ان انت مجهد وتعبان ما تلعبش. حتى لو مش سليم 10% ولا 20% ما تلعبش. النهارده ماتش مهم. برونزيه. انت بتتكلم في برونزيه بطوله. احنا النهارده ما فيش ميداليه. راجعين بشنط اللبس ابيض ولا حتى برونزيه ميداليه حتى موجودين. راجعين بشنط لبسنا. زي ما رحت بشنط لبسك انت راجع بشنط لبسك مع شويه الشوبينج بقى وشويه الحاجات اللي انت جايبهم. ما اعرفش انت هيبقى اصلا ليكوا نفس تعملوا شوبينج والكلام ده. برفانات والحاجات دي اللي هي في فرنسا المعروف بيها ولبس ايا كان. انا ما اعرفش هيبقى ليكوا نفس. بقى ليكوا نفس. زيزو انا اتكلمت على الجزئيه دي ما كنتش لعبت. ماتش مهم النهارده. انت بتتكلم في برونزيه. يعني تحقيق تاريخي. النهارده خلاص اتنسى. مش انتوا كسبتوا اسبانيا وكسبتوا باراجواي وعملتوا ماتش حلو قدام فرنسا وما كملتوش؟ خلص اتنست. شوفوا بقى التاريخ اللي جاي بقى. 6-0 دي هتعيشوا عليها. هتعيشوا عليها على مدار التاريخ كله. شايف الاسماء اللي كانت موجوده النهارده في التاريخ. تاريخك النهارده انت خسران 6-0 من المغرب. انت هتوري نفسك حتى وانت داخل على اسرتك ولا داخل على اولادك ولا داخل على والدك ولا على اخوك ولا على اصحابك. هيتقال لك ابو 6. هيتقال لك اللي خسران 6. زي ما بتلعب كده مع زميلك وبتعايروا بعض وبتقعدوا تسفوا على بعض هيتسف عليك. الناس ما بتنساش. عيب بجد بصراحه. النهارده الوحيد اللي بيحاول كان ممكن النهارده ما يكملش وكان ممكن يعمل اي حاجه كانه اتعور واتصاب ويخرج. بس راجل النني الوحيد النهارده اللي بيقاتل وثابت لحد اخر لحظه. هتقول لي ما كانش يا جماعه بيحاول. لعيب بيحاول بيقاتل بيلعب لمصلحه منتخب مصر. الباقي كله بيلعب لعب فردي.